السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى يوصلكم هذا الفيديو انتم بصحة جيدة وراحة البال، ومرحبا بكم في قناة حليمة مينا. اليوم غنقدم لكم بحلاوة بالفول السوداني ولا بالكاوكاو. كتجي اكثر من رائعة، لذيذة بزاف، اقتصادية وسهلة في التحضير. بقاو معايا تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. اولا بالعجين، عندي هنايا 500 غرام ديال الدقيق، ما يعادل نص كيلو ديال الفرص يكون نوعيه جيده، نص كاس ديال الماء زهر غادي نعبر بالكاس العنبه، كاس ديال الماء، 2 معالق كبارين ديال الزيت النباتيه، 2 معالق كبارين ديال السكر كلاصي او سكر ثقيل، قليل من الملح، 125 غرام ديال الزبده. نبداو على بركه الله. عندي هنا الدقيق، غادي نضيف ليه 2 معالق كبارين ديال السكر كلاصي، قبيصه ديال الملح، وغادي نضيف 2 معالق كبارين ديال الزيت النباتيه. تقريبا العجين كيجي بحال العجين ديال كعب غزال او حلويات اللوز. غادي نحتاج 125 غرام ديال الزبده، احسن تكون بارده. نرملو الكل مع الدقيق بهذا الشكل هذا، نحاولوا ندمجوه غير برؤوس الاصابع فقط باش تجينا العجين زوينه بلا دليك. غادي نستمر بهذا الشكل حتى تندمج. عاد نزيد ماء زهر. فهاد الوصفه غادي نستعمل غير نص كاس ديال الزهر، ثم نكمل بالماء البارد. غادي نضيفوا الماء غير شويه بشويه، ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش جاريه. غادي نزيدوا الماء غير بالمهل، عندك وتجريوها بزاف حيت عاد غادي نخليوها ترتاح وغادي ترخف. غادي نستمر هكذا حتى تجمع العجين. صافي العجينه جمعناها، ما كنحتاجوش كاس ديال الماء، كنحتاجو كاس الا ربع. صافي منين نجمعوها ما غاديش نحتاجو عاد ندلكوها، غادي نغطيوها بشكل جيد. صافي وغادي نخليوها ترتاح وندوزو نوجدو الحشوه. نحتاجو في المقادير ديال الحشوه: كيلو ديال الكاوكاو او الفول السوداني بلا قشور والمسحوح، 250 غرام ديال السكر كلاصي او سكر ثقيل، 100 غرام ديال الزبده تكون مذوبه، النكهه ديال اللوز واللي ما عندوش يعوضها بروح اللوز، وجوج معالق كبارين ديال ماء الزهر. اول حاجه نقلي الكاوكاو او الفول السوداني، الزيت تكون ساخنه ونراقبوه وما تكونش النار مجهده، ونستمروا كنحركوا فيه باش ما يتقلاش لينا بزاف. خاص يجي اللون ديالو ذهبي فقط، لانه مازال غادي يطيب لينا في الفرن، يتحمر وما يرجعش اللون ديالو بني 100%. صافي غادي نحيدوه ونوضعوه في طبق مفرش بورق المطبخ بابي كويزين باش ينشف لينا من الزيوت الزائده، وردوا معه البال حيت هو كيتقلى بسرعه.
يبرد واحد شويه، غادي نهرمشوه فقط، ما نطحنوش 100% لانه مهرمش كيجي زوين بحلاوه. بنفس الطريقه طحنت الكميه كامله كما قلت لكم، خليوها غير مهرمش بحال هكذا، ما تطحنوش بزاف. غادي نضيف ملعقه صغيره ديال نكهه اللوز، اللي ما عندوش متوفره يدير روح اللوز. نضيف معلقه ديال القرفه حتى هي كتعطيها مذاق زوين. ما غنضيف 2 معالق كبارين ديال ماء الزهر، ونضيف واحد 250 غرام ديال السكر كلاصي، واحد 2 كؤوس عامرين ديال العنبه ديال السكر الثقيل، ونضيف الزبده مذابه، ونحاول ندمج هاد العناصر حتى تندمج معنا مزيان. استمروا بحال هكذا حتى كنحسوا بها اندمجت مع بعضياتها. من بعد ما ارتاحت العجينه انا خليتها ارتاحت تقريبا ساعه، غادي نقطعها 5 ديال القطع يكونوا متساويين. نحتاجو النشا باش نورقو، دائما النشا كيساعدنا في التوراق وكيعطي نتيجه احسن. نرشو النشا فوق سطح العمل. غادي ناخذ كره ونطلقها على هذا الشكل هذا، طلقوهم بالشكل اللي بغيتو، دائريين ولا مستطيلين، حيت مازال غادي نقادو الشكل ديالهم، ما نطلقوهمش بزاف. ونستمروا كنطلقوا كره بكره حتى نسالي الكويرات اللي عندي. ناخذ كل عجينه وندهنها بالزبده المذابه. غادي نحتاج واحد 200 غرام ديال الزبده باش كتجينا هشيشه ومرقه اكثر. ونضيف النشا لانه كينشف الزبده وما تيعذبناش في الطليق. نوضع عجينه فوق عجينه ونستمر بنفس الكميه، ندهن بالزبده ونرش النشا، والنشا يكون كتير، كل ما كان كتير كيورق اكثر. ونوضع طبقه اخرى ونستمر بنفس الطريقه حتى كنتهي. الطبقه الاخيره ما كنحتاجش ندهنها بالزبده نهائيا. نحاولوا نقادوها بيدينا ونعاود نطلقها مره واحده بهذا الشكل هذا، يعني بكل سهوله. راه الطريقه سهله جدا وكتعطينا عجين اللي هو مورق ورائع.
في بحلاوه. صافي غادي نطلقوها كامله غير باش نشكلوها على شكل مربع وتعطينا شكل مقاد. صافي ونطلقوها غير واحد شويه فقط، غادي نطلقوها غير شويه بحال هكذا، غير باش نقسموها هكذا على جوج. كيجي العجين خفيف ومورق. صافي وغادي ندهنوا الصفيحه اللي غادي ندخلوا فيها العجين ديالنا بقلاوه الفرن، ندهنوها مزيان بالزبده باش ما تلصقش لينا. غادي نحيدو وحده وغادي نطلقوا وحده حسب الصفيحه اللي عندكم، واش كبيره واش صغيره، تكون مربعه ولا مستطيله، وما خصهاش تكون كبيره بزاف. وغادي نحاولوا نطلقوها على حسب الحجم ديال الصفيحه اللي عندنا. غنجيب الصفيحه ونشوف واش وصلت للقياس اللي بغيت، وغنوضعها داخل الصفيحه ونحاول نقدها بيديا مزيان. قد ليها مزيان الجوانب. ما نجيب الزبده المذابه ندهنها بواحد الفرشاة، نثقبها كلها بالفرشاة. غادي نجيب الحشو ديالي ونحاول نوزعو بشكل متساوي فوق العجين حتى نوضعو كامل، عاد نقادو بيديا. خصنا نضغطو عليه باش ياخد الشكل ديال الصفيحه وفي نفس الوقت يجينا متساوي، ما تجيناش واحد الجهه هابطه وواحد الجهه طالعه، ويجيو مقادين. نطلق الجزء الثاني بنفس الطريقه. ملي كنطلقوا على هذا الشكل كنوضعوا فوق الحشو ديال الكاوكاو او الفول السوداني، ونضغط باش يتشد الحشو مع العجين
نقاد الجوانب بشكل جيد. ثم نثقبه بالفرشيطه باش ما تنفخش لينا العجين. ندهنوا الوجه ديالها بواحد الفرشاة بالزبده المذابه. ناخذ واحد السكين اللي يكون ماضي ونقطعو مربعات، نحاولوا نقطعوهم قادين. اللي بغى يقطع المربعات كبيره واللي بغى يقطع مربعات صغيره على حسب الحجم اللي بغيتو نتوما. نحاولوا نوصلوا التقطيع حتى للاسفل. نستمروا كنقطعوا بنفس الطريقه. تنحصلوا على المربعات اللي بغينا. ونزينهم باللوز اللي فركتو خليته نشف في الوسط، ونضغط حتى نحس باللوزه دخلت لداخل. ونستمر حتى نسالي الحبات كاملين. غادي ندخلهم في الفران اللي يكون سخون، نشعل من الجهه التحتانيه حتى يتحمر ليا من التحت، ونهبطو لتحت حتى يتحمروا ليا من الوجه. تلقاو مع الشكل النهائي. بعد ما جبدتها من الفرن تكون مازال ساخنه مباشره، غادي نسقيها بالعسل. الكميه كتبقى اختياريه، واخا كتجيكم كثيره كتشربوا بزاف. تقريبا درت كيلو قل ربع ديال العسل، ومن بعد راه كتشربها نهائيا ما كتبقاش باينه. نستمر كنسقيها من جميع الجهات، ومن بعد ندخلها للفرن هو ساخن، نخليها حتى نحس بها بردات نهائيا، عاد نزولها من الصفيحه. كما كتشوفوا معايا شربت داك العسل تماما. زولوها بكل سهوله ونوضعوها في قوالب ورقيه غير باش ما تلصقش وحده مع وحده في البواطه. كتجي زوينه بزاف والعجين مورق. كنستمر كنحيدها حتى نحيدها كامله ونرجع باش تشوفوا الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال البحلوه ديالنا بالكاوكاو، اقتصاديه كتجي راقيه في الشكل والمذاق ديالها هائل. كنصحكم باش تجربوها، اكيد غادي تعجبكم وكتعطي كميه كثيره. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوا الوصفه. ما تنسوش تشجعوني على الاستمراريه باللايك والتعليقات، وشكرا على المتابعه.